النهاردة هنتكلم في قصة ملحمية بجد لواحدة من أهم الثورات في القرن العشرين، قصة الجزائر. معانا مصادر بتغطي رحلة طويلة قوي، أكتر من 130 سنة، من أول لحظة الاحتلال الفرنسي سنة 1830 واللحد الاستقلال الكامل سنة 1962. بالظبط. وهنمر بمقاومات شعبية متواصلة، ومهمتنا النهاردة هي إننا نفهم إزاي القصة دي بدأت، وإزاي المقاومة قدرت تحول نفسها من مجرد ثورات متفرقة لهيكل ثوري منظم هزم قوة استعمارية ضخمة. واللي هنحاول نعمله النهاردة هو إننا نربط الخيوط دي ببعضها، يعني مش مجرد سرد أحداث، لأ، إحنا عايزين نفهم الأسباب والنتائج. زي إيه مثلاً؟ يعني مثلاً إزاي حادثة تبان بسيطة زي حادثة المروحة كانت مجرد غطاء، مجرد ذريعة لغزو كان بيتخطط له من أيام نابليون نفسه. من أيام نابليون؟ أيوة، وهنكتشف تفاصيل من جوه المصادر عن طبيعة المقاومة، مش بس العسكرية، لأ، دي كمان حرب الهوية والثقافة. طيب، خلينا نبدأ من الحادثة دي. المصادر بتتكلم عن حادثة المروحة سنة 1827 كأنها الشرارة، الخلاف اللي حصل بين الداي حسين حاكم الجزائر والقنصل الفرنسي. بصي، هي كانت الذريعة المثالية اللي فرنسا كانت مستنياها. يعني القصة أكبر من مجرد إهانة دبلوماسية. بكتير. النية كانت موجودة من زمان. في وثائق بتوضح إن نابليون سنة 1808 كلف مهندس تجسس اسمه فينسنت بوتان يعمل دراسة شاملة عن الساحل الجزائري ويحدد أفضل مكان لإنزال جيش. يعني خطة الغزو كانت في الدرج بقالها أكتر من 20 سنة. بالظبط. هم بس لقوا اللحظة المناسبة لما الأسطول الجزائري القوي جدا وقتها اتضرب في معركة نافارين البحرية سنة 1827 لما كان بيساعد الدولة العثمانية. هنا فرنسا قالت بس هي دي فرصتنا. استغلال كامل للظرف، وفي 14 يونيو 1830 الخطة دي اتنفذت. القوات الفرنسية نزلت في سيدي فرج بجيش ضخم، حوالي 37 ألف جندي. وبعد أقل من شهر في 5 يوليو الداي حسين استسلم، وهنا انتهى 313 سنة من الحكم العثماني وبدأت 132 سنة من الاحتلال الفرنسي. وهنا بنشوف طبيعة المشروع الفرنسي من أول يوم. المصادر بتقول إنه بمجرد سقوط العاصمة بدأت عمليات نهب منظمة مرعبة. القائد الفرنسي كان وعد باحترام الممتلكات والحريات الدينية، لكن اللي حصل كان العكس تماماً. في شهادة صادمة قوي من لجنة تحقيق فرنسية رسمية سنة 1833. لجنة فرنسية؟ أيوة، شهادة من جواهم. اللجنة بتقول بالحرف: لقد تفوقنا على البربرة في الوحشية، ذبحنا أناساً يتصرفون بأمان وأرسلناهم للموت لمجرد اشتباه بسيط. الكلام ده خطير، ده اعتراف صريح إن المشروع من أول يوم ما كانش مجرد احتلال عسكري. لا، ده كان مشروع استيطان وإبادة. والدليل الأكبر هو اللي عملوه في جامع كيتشاوا، واحد من أهم معالم الجزائر، اللي حولوه الكنيسة. والمصادر بتحكي عن مجزرة حصلت يومها. طبعاً، حوالي 4000 مسلم أعزل اعتصموا في الجامع رفضاً للقرار، فالجيش الفرنسي دخل قتلهم كلهم. الرسالة كانت واضحة: إحنا مش جايين نحكم، إحنا جايين نمحي هويتكم. ورغم البداية الدموية دي، المقاومة بدأت على طول. يمكن أشهر اسم في البداية هو الأمير عبد القادر الجزائري. المصادر بتقدمه كشخصية استثنائية فعلاً. صحيح. الراجل بقى ما كانش مجرد قائد عسكري بيعمل هجمات وخلاص، لا، ده كان بيبني دولة بكل معنى الكلمة في عز الحرب. إزاي؟ أسس جيش منظم، قسم المناطق لمقاطعات إدارية، عمل مصانع أسلحة، سك عملة، وعمل حاجة عبقرية اسمها الزمالة. كانت عاصمة متنقلة، مدينة من الخيام بتتحرك مع الجيش. عشان يصعب على الفرنسيين استهداف القيادة. بالظبط. هو كان بيحارب وفي نفس الوقت بيبني مؤسسات، وعمل معاهم معاهدات دبلوماسية زي دي ميشيل وتافينا. لكن فرنسا كانت بتنقضها كل مرة، مش كده؟ طبعا، كانت بتستخدمها كاستراحة محارب، وأول ما جيشها يبقى جاهز ترجع تهاجم تاني. يعني كان في قادة كبار زي الأمير عبد القادر في الغرب، وأحمد باي في الشرق، والمجاهدة لالا فاطمة نسومر في منطقة القبائل. ورغم كده المقاومة اتهزمت في المرحلة الأولى دي. ليه؟ القوة العسكرية الفرنسية طبعا جزء من السبب، لكن الأهم حسب تحليل المصادر هي استراتيجية فرق تسد. المقاومات دي كانت جزر معزولة، كل واحد بيحارب لوحده. فكان سهل على فرنسا تركز قوتها على كل مقاومة لوحدها وتقضي عليها.
تماماً. الدرس ده كان مهم جداً للثورة اللي هتيجي بعد كده. وفي نفس الوقت فرنسا كانت بتصعد. في مصطلح مرعب بيتكرر في المصادر اسمه الرازية. الرازية دي كانت سياسة دولة ممنهجة، حملات إبادة للقرى. الهدف ما كانش عسكري، الهدف كان كسر إرادة الشعب وتجويعه عشان يبطل يدعم المقاومة. المصادر فيها شهادات لضباط فرنسيين عن الموضوع ده. شهادات بشعة. عقيد اسمه مونتانياك كتب في مذكراته: بعض الجنود قالوا لي إن ضباطهم بيأكدوا عليهم ما يخلوش حد عايش من العرب. جنرال تاني بيحكي عن خطف الستات وبيعهم في مزاد. كانت سياسة أرض محروقة. الجزء ده صادم فعلا، لكن الأخطر يمكن كان مشروط طمس الهوية. فكرة تغيير ألقاب العائلات ده مستوى تاني خالص من الحرب. بالظبط. قانون الحالة المدنية سنة 1882 ده كان سلاح فتاك. قبل القانون ده الجزائري كان اسمه ثلاثي: الابن والأب والجد، وده بيعكس انتمائه للقبيلة. وده اللي فرنسا كانت عايزة تكسره. ايوه. أجبروهم ياخدوا ألقاب فردية، وفي أحيان كتير كانت ألقاب مهينة ومختارة بعناية زي حمار أو مجنون. الهدف كان واضح: تفكيك نظام القبيلة. لما تفك القبيلة بتسهل السيطرة على الأفراد والأرض. وكملوا الهجوم ده بقرار سنة 1938 اللي اعتبر اللغة العربية لغة أجنبية. تماماً. في بلد أهلها عرب. ده كان هجوم على قلب هوية الدين واللغة. إغلاق المدارس العربية والزوايا القرآنية. كل ده بيوصلنا للحظة اللي العصاية دي انكسرت فيها تماماً على ظهر الشعب الجزائري. لحظة مجازر 8 مايو 1945. دي نقطة تحول حاسمة، والمفارقة فيها مريرة جدا. العالم كله بيحتفل بالانتصار على النازية، والجزائريين اللي حاربوا عشان يحرروا فرنسا نفسها بيخرجوا في مظاهرات سلمية في سطيف وقلمة وخراطة يطالبوا بالاستقلال اللي فرنسا وعدتهم بيه. والرد كان مجزرة بشعة. المصادر بتقدر عدد الضحايا ب45 ألف جزائري 45,000. في مظاهرات سلمية. الرقم ده لوحده بيغير كل حاجة. ده مش قمع، ده إعلان إن لغة الحوار انتهت. بالظبط. اليوم ده كان الصدمة اللي أقنعت قطاع كبير جدا من الحركة الوطنية إن الكفاح المسلح هو الحل الوحيد الممكن. من رحم المجازر دي بدأت تتشكل نواة العمل المسلح السري. مجموعة الشباب اللي جوه حركة انتصار الحريات الديمقراطية. أيوة، اللي قرروا إن الكلام خلاص ما بقاش يجيب نتيجة. ودي المجموعة اللي اتعرفت بعد كده باسم مجموعة ال22. وهم اللي خدوا القرار التاريخي بإطلاق الثورة. اجتمعوا في يونيو 1954 وقرروا إطلاق ثورة مسلحة شاملة ومنظمة، واتعلموا من أخطاء الماضي. ومن المجموعة دي اختاروا لجنة مصغرة، مجموعة الستة التاريخية: مصطفى بن بولاعد، ددوش مراد، العربي بن مهيدي. وكريم بالقاسم ورابح بيطاط ومحمد بوضياف. دول اللي أسسوا الكيان اللي هيقود كل حاجة: جبهة التحرير الوطني FLN، وذراعها العسكري جيش التحرير الوطني. وحددوا ساعة الصفر ليلة أول نوفمبر 1954. الفكرة كانت إن العمليات تنطلق في كل مكان في الجزائر في نفس الوقت، عشان الرسالة توصل للعدو وللشعب. دي مش انتفاضة محلية، دي ثورة وطنية شاملة. والمدهش إن الثورة دي بدأت بإمكانيات يعني متواضعة جدا. بنتكلم عن 1200 مجاهد و400 قطعة سلاح. بس الرهان ما كانش على العتاد أبدا، كان على إرادة الشعب. وبيان أول نوفمبر كان واضح جدا في أهدافه: دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار المبادئ الإسلامية. والثورة انتشرت بسرعة. وهنا بنوصل لمحطة مهمة جدا غيرت كل حاجة: مؤتمر الصمام في أغسطس 1956. وهنا بنشوف نقطة عبقرية في المصادر. مؤتمر الصمام ده مش مجرد اجتماع، ده كان بمثابة إعادة برمجة للثورة وهي شغالة. خرجوا بمبدئين ممكن يبانوا كلام نظري، لكن على الأرض كانوا سلاح فتاك. اللي هم أولوية السياسي على العسكري وأولوية الداخل على الخارج. بالظبط. معناهم ببساطة إن البندقية بتخدم الهدف السياسي، وإن اللي بيحارب في جبال الأوراس هو اللي بياخد القرار، مش سياسي قاعد في القاهرة أو تونس. ده عطاء للثورة مرونة وقوة رهيبة. والمؤتمر ده كمان هو اللي قسم البلاد ل6 ولايات عسكرية، كل ولاية ليها قيادتها. وده اللي سمح للثورة تتطور وتتنقل للمدن في شكل حرب عصابات. وأشهر مثال طبعاً معركة الجزائر سنة 57، اللي كانت معركة إعلامية عالمية أكتر منها عسكرية. تماماً. الثورة نقلت الحرب لقلب العاصمة الأوروبية، وده أربك فرنسا
وأظهر للعالم كله إن دي حرب تحرير شاملة. ده غير الإضرابات العامة اللي شلت الإدارة الفرنسية وأثبتت إن الشعب كله حاضن للثورة. كل النجاحات دي هي اللي أجبرت فرنسا ورئيسها وقتها شارل ديغول إنه يعترف باستحالة الحل العسكري. وهنا بدأت رحلة المفاوضات الطويلة والصعبة، وجبهة التحرير كانت ذكية جدا، سبقت الخطوة دي وشكلت حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية في المنفى سنة 58. عشان لما يجي وقت التفاوض يكون في كيان رسمي شرعي هو اللي بيتكلم باسم الشعب. بالظبط، مش مجرد متمردين زي ما فرنسا كانت بتسميهم. طيب إيه كانت أهم نقط الخلاف في المفاوضات دي؟ العقبة الأكبر كانت الصحراء. فرنسا كانت لسه مكتشفة البترول والغاز بكميات ضخمة هناك، وكانت بتحاول تفصل الصحراء عن باقي الجزائر. تحتفظ بيها يعني؟ أيوة، لكن الوفد الجزائري رفض تماما المساومة على مبدأ وحدة التراب الوطني. وبعد جولات ماراثونية وصلوا أخيرا لاتفاقية إيفيان في 18 مارس 1962. والاتفاقيات دي كانت إيه أهم بنودها؟ هل كانت نصر كامل للجزائر؟ هي كانت اعتراف بالهزيمة العسكرية الفرنسية، نصت على وقف إطلاق النار وإجراء استفتاء لتقرير المصير وإطلاق سراح السجناء. دي كانت المطالب الأساسية. لكن كان فيها تفاصيل تانية. طبعاً كان فيها بنود معقدة بتضمن مصالح فرنسا، زي السماح لفرنسا بالاحتفاظ بقاعدة المرسى الكبير البحرية لمدة 15 سنة. ودي من أهم القواعد في البحر المتوسط. بالظبط، وضمان مصالح الشركات الفرنسية في استغلال النفط والغاز في الصحراء. فما كانتش استسلام فرنسي كامل، كانت تسوية معقدة. وفي 1 يوليو 1962 اتعمل الاستفتاء، والنتيجة كانت كاسحة. 99.7% قالوا نعم للاستقلال. وتم إعلان الاستقلال رسمياً في 5 يوليو 1962، نفس اليوم اللي دخل فيه الاحتلال قبل 132 سنة. استقلال جه بعد حرب كلفت الجزائر حسب المصادر الجزائرية 1.5 مليون شهيد. قصة تضحية استثنائية. لما بنربط الخيوط كلها بنشوف رحلة طويلة جدا، من محاولة الأمير عبد القادر لبناء دولة لسياسات الإبادة وطمس الهوية، وصولاً لثورة منظمة قدرت تفرض إرادتها على واحدة من أكبر القوى في العالم. رحلة مليمة بكل المقاييس. لكن في النهاية المصادر دي بتسيبنا مع سؤال مهم مفتوح للتفكير، وهو بعد كل التضحيات دي هل كانت اتفاقيات إيفيان بتمثل استقلال كامل وناجز، ولا كانت بداية لعلاقة جديدة شديدة التعقيد مع المستعمر القديم؟ وإزاي تفاصيل الاتفاقيات دي، خصوصاً البنود الاقتصادية والعسكرية، شكلت مستقبل الجزائر لعقود طويلة بعد 1962؟ ده سؤال بيورينا إن التاريخ مش مجرد نهاية سعيدة، لكنه عملية مستمرة من التحديات.